اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبنا بقى في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. مع قناة هلا حسنين. صباح الخير بقى، مساء الخير، على حسب ما تشوفوا الفيديو بتاعي. دلوقتي ان شاء الله والسحور لينا في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وهنعمل بقى السحور مع بعض. كان معايا كده طاسة على النار، وحطيت الطبق الناحية التانية، يعني حطيت فيه حبة زيت عشان هنزل بطماطمايه هنعمل الفول. قطعت كده طماطمايه قطع، وعليها قرن فلفل حامي، عايزاه حامي عايزاه بارد براحتك. والبطاطس اللي معايا دي انا كنت محمراها نص تحمير عشان تبقى مقرمشه. لو انت عايزاها مقرمشه اعملها بالطريقه دي. واستنيت بقى لما الزيت يسخن عشان انزل بالبطاطس، هي مستويه نص سوا. ونزلت بقى بكميه البطاطس بتاعتي، وكنت سايبه برضو طماطمية على النار عشان يعني تستوي. عشان ننزل عليها بكيس الفول لما تستوي. نزلت برضو بحبة ملح عشان هو بيساعد ان الطماطمية تستوي بسرعة. واقلب بقى البطاطس واسيبها تاخد لون براحتها، تقرمش يعني معايا كده وتحمر. يعني لو عايزاها طرية اعمليها على مرة واحدة وحمريها على طول، لو انتي بتحبي البطاطس طرية. احنا بقى بنحبها مقرمشة ناشفة. وكان معايا بقى كيس فول نزلت بيه. الفول طبعا بهرسه بالشوكة كويس عشان ما يبقاش فيه اي حاجة يعني بتضايق كده. محبش الفولة سليمة، كل واحد على حسب يعني ما بيحب الاكل. وكان معايا بقى خصيتين كده الخس ما بغسلوش سليم، لازم كده افكه من بعض واحدة واحدة عشان لو في اي تراب ولا اي حاجة ينزل. فكيت بقى الخس معايا واحطه في مية بقى واسيبه، يعني ما اغسلوش على طول، بحطه 11 دقايق كده في مية واسيبه عشان اتاكد ان لو في اي حاجه نزلت، وبعدين يبقى اغسله. دي احسن طريقه يعني تغسلي بيها خضره خاصه اي حاجه. مليت كده الطبق اللي كان معايا كده ميه وسبته فيه قبل لما اقلب برضو البطاطس، اشوف الفول واسيبه برضو سبته لحد لما خلصت الاكل. وبعد كده شطفته. كنت بقى بحيق الفول، بظبط الملح يعني عشان يبقى ملح مظبوط. والبطاطس كانت احمرت معايا كده وقرمشت، طلعتها عشان نعمل بعضها الطعمية. طلعت البطاطس بقى قلت اعمل على طول مكانها الطعمية، بس عملت البطاطس الاول لانها بتاخد يعني سوى اكتر من الطعمية، عشان برضو الطعمية ما تبردش معايا. نزلت بقى بكمية الطعمية بتاعتي. ومادام تنزلي والزيت حامي يعني الطعمية بتاعتك ما تلزقش، لو الزيت بارد بقى بتلزق. خدي بالك برضو لو بطاطس، برضو لو الزيت بارد بتلزق في الطاسة. لما بيبقى الزيت سخن ما بتلزقش. كده بقى كنت غسلت الخس، كنت جبت حاجة تانية برضو يعني عشان اغسله فيها.
عشان يعني ايه اشيل من هنا واحط هنا برضو، اتأكد ان هو ايه نضف كده. بقى كنت خلاص قربت اخلص، فكنت بجهز الاكل. بصوا البطاطس بقى هي باين عليها انها مرمشة، بصوا ما شاء الله. الطعمية بتاعتي بقى بقيت ايه، الطبق كان جنبي يعني، فكنت بطلع فيه على طول. كنت برضو اسيبها لما تحمر كده وتاخد لون كويس، عشان ما تبقاش معجنة من قلبها. بصفيها برضو من الزيت، ما كانش فيها زيت ولا اي حاجة. وكده بقى شكل اكلنا اهو. يلا كل سنة وانتم طيبين، بينعاد عليكم بالخير يا رب. لو لسه مشتركتيش في قناتي